السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل حاجة بنحس بيها لما بنحس إن احنا هنرجع لسه صغيرين تاني لمرحلة الألعاب. فعلا كانت من أجمل الألعاب اللي احنا بنحبها لعبة البازل. عشان كده النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده يلا يا ملك ابتدي. هنبتدي إن احنا هنعمل تحدي في لعبة البازل. لعبة البازل دي من الألعاب الجميلة جدا. ساعديه كده يا جوجو. من الألعاب الجميلة جدا اللي الأطفال على فكرة والكبار أساسا بيحبوها، يعني احنا بنعشقها. بس طبعا انا عشان ابطأ واحده فيهم فهم بقى ايه، هم اللي هيتولوا الموضوع ده. خلاص دي اشكال الديناصورات. الاهم ان انا لما اجيب لعبه لابني لازم اجيب الالعاب اللي هي تفيده، اللي هي تنمي ذكائه، اللي هي تساعده ان هو يعيش حياته ويكتسب مهارات حياتيه تكون كويسه وتساعده جدا. فعندنا مثلا لعبه البازل، طبعا هي مش عايزه تشاركوا في اي حاجه. التايم احنا خلاص بدأنا كده، خلاص دلوقتي 32 تمام. وبقى عايز طبعا يسرع عشان خاطر يكسب معانا. طبعا جودي مش هتساعده خالص. لعبه البازل من الالعاب الجميله جدا اللي بتساعد على ان هي بتقوي الملاحظه عند الاطفال. بتساعدهم كمان ان هم يحلوا مشاكلهم بنفسهم. يعني مثلا هو في الاول طبعا ما كانش عارف يعملها. انا ما ساعدتوش في الاول لان انا اصلا كمان كنت اخدت وقت يعني فيها على ما اتعلم. قعدنا نحاول مره واثنين وثلاثه علشان خاطر نعرف ان احنا نعملها كويس. فده بيخلي ان الطفل، ما احنا اساسا في الحياه مش كل حاجه هنعملها بطريقه كويسه اول مره، لكن هنغلط ونتعلم. ولا انت رايك ايه جودي في الموضوع ده؟ لا، موافقة. موافقه في ايه بقى؟ اللعبه دي انت بتحبيها ليه؟ بحبها لان ما بحسش بالوقت وانا بلعب فيها. يعني كل ما ابقى زهقانه لا اقوم اعملها وما ملش منها ابدا. عشان هي لعبه جميله جدا. انا كمان عايزه اجيب منها اشكال. هي سعرها على فكره كويس، مش حاجه غاليه ولا حاجه. فبتعتبر بصراحه جميله. يعني كمان في يعني حاجات تبع من سوري اصلا حلوه جدا، بتنزل كمان عروض وحاجات بصراحه حلوه جدا للاطفال. الالعاب التعليميه دي جميله قوي قوي قوي. كمان احنا عندنا على الموبايل لعبه ايه اللي انت بتعشقيها، اللي خدتها برضو في الكورس برضو، لعبه ايه؟ الاختلافات. اللي هي الاختلافات فظيعه. بنقعد بقى برضو بنعمل تحدي، بتبقى جميله جدا جدا. طب ينفع نكلمك وانت بتعمل ولا لا؟ عشان نشوف انت كده هتتشتت ولا مش هتتشتت يعني. صح ولا ايه؟ ايه رايك في اللعبه دي؟ حلوه قوي. بتحبها؟ طب اساعدك شويه؟ لا اساعدك؟ لا اسمع الكلام عشان انا حاسه ان انت هتخسر. لا. طيب ماشي. طبعا احنا لما بنعمل احنا الثلاثه بيسيبوني انا في الاخر في ساعات، صح يا جوزي؟ كل مره انا اللي اطلع رقم 3 كل مره. مش عارفه ليه، اقعد اتمرن كده وهم نايمين برضو، يعني مش عارفه. فبنحاول ان احنا ايه. ايوه شاطر تمام. حلوه جدا. هو بقى بياخد شكل كل ديناصور ويجمعوا مع بعض، ياخد الالوان مع بعض اهو. ايه مالك؟ بس بساعدك يعني عشان بس نخلص يعني. طب انا عايزه اسالك سؤال. إيه؟ اللعبه دي احسن ولا الكوره؟ لا دي احسن، عشان لما بقعد زهقان لما بلعب بالكورة بتحرر، فدي ما بتحررنيش، ببقى قاعد قدام المروحة وبلعب. بتبقى قاعد قدام المروحه وبتلعب فانت مش بتبقى حاسس ان انت حران. لكن الكوره فعلا بتفرهدك، صح؟ بجري وبلعب. برضو وجهه نظر، تصدق. طب وانت يا جودي؟ لا موبايل طبعا. دي احسن ولا ايه؟ مالك خلص؟ تمام. مالك كده اخد فيها 3 دقايق. يلا يا جودي 3 دقايق تقريبا او 2:30 يعني. يلا بسرعه وابطأ منه. طب يلا انت اعملي بقى الاشكال اللي احنا عملناها دي. يلا ساعدها. ايه اكتر؟ يلا ابتدي. ماشي ابتدي يلا. دلوقتي 35 يعني داخله على 36. احنا قلنا بقى ايه، نستغل طبعا اجازه الصيف، مدارس خلاص قربت. ايه رايكم في الموضوع ده؟ انا عايزه انت بالذات اكلمك كتير. انت المفروض كبيره صح؟ نشتتك بقى ونشوف بقى التركيز عندك عامل ازاي. ماشي. ايه رايك انت في الموضوع ده؟ عايزه تسالي على ايه؟ قولي. يعني مثلا لو هو يعني مثلا حد قال لك انت عايزه تلعبي بالموبايل ولا قصدي
البازل. الموبايل بتعمل ايه؟ بيصدع لك دماغك ولا لا؟ طبعا بيصدع لي. طب البازل بيصدع لك دماغك ولا بيصدع لك؟ لا ما بيصدعليش عشان دماغي، بس كل عشان حاجه انتي عشان انتي قاعدة قدام المروحة، مش قاعدة على التليفون. وانتوا كمان اعملوا ما تخلوش ولادكم يقعدوا على التليفون، يقعدوا نص ساعة. والبازل دي لو هم عندهم بازل يلعبوا بيه. دي نصايح بقى. بص انا طب اصلا انت حد موجود عندنا بتعمل كده؟ انا بس بقعد على الموبايل حبة، وماما بتقول لي عايزاه اردها لها. بسم الله ما شاء الله. أدب. ايوه شفتي، هو بيحب الموبايل جدا. وبس احنا ابتدي ان انا اخرج ولادي من الموبايل، ان انا اجيب لهم الالعاب اللي هم بيحبوها. علشان هو الموبايل بمنتهى البساطه هو على طول بيفر كده، فبيلاقي حاجات كتيره جدا بتشده، فيجي يقفله يبص لنا عايز يقول لنا ايه ده، ايه اللي حواليا ده، لا انا مش عايز ارجع تاني لعالم الموبايل تاني. فيبتدي ان هو يمسك الموبايل. في الحاله دي كل واحد فينا يدور اهم حاجه ولاده بيحبوا ايه. وطبعا السن ده عايزه اقول لكم لعبه البازل دي من الالعاب الجميله جدا جدا جدا، والله كبار وصغيرين. كبار وصغيرين. احنا اول ما جبناها مش قادره اقول لكم يعني قعدنا ندور عليه. ولعبه الاعصاب برضو احنا كنا في الحقيقه هنصور فيها دلوقتي، بس ما حصلش نصيب بقى. المره اللي جايه بقى ان شاء الله. لازم ادور على الالعاب اللي بتفيد ولادي جدا جدا، وقبل ما اجيب اللعبه اشوف الفوائد بتاعتها ايه، علشان احاول ان انا اساعدهم ان هم يعيشوا الحياه الحلوه اللي احنا عايشينها دي. ايه رايكم في الحياه الحلوة عشان يعني كل ولادكم بيلعبوا، يحبوا التليفونات وبيلعبوا. ودي مش حاجة ملالية ليهم، بيقعدوا على مش ملل التلفزيون يعني. مش بيقعدوا على التلفزيون. وبعدين لما هم بيشقوا عايزين يلعبوا، ممكن تمشيكم حبة صغننين 10 دقايق أو ربع ساعة على الموبايل. وكمان ممكن تلعبيهم، يعني مثلا لو هم عندهم لعبة البازل تلعبيهم بيها، عندهم لعبة اللي هي المكعبات يلعبوا بيها مثلا. بالظبط. طب كويس، خلاص احنا كمان هنعمل كده. ماشي يعني انا لما اجي اقول لك الوقت خلاص بتاع الموبايل خلاص انتهى، ما تقعدش بقى تزعل، خلاص يقعد يدور بقى على اي لعبه عشان يلعب فيها. في الدراسة لو هم عندهم بازل تخليهم يقعدوا شوية على المذاكرة ويلعبوا شوية حبة، وكمان يخليهم يذاكروا شوية يعني. احنا بنفصل المذاكرة. كلام منطقي. ايوه بنفصل المذاكرة بالالعاب دي، بتبقى جميلة جدا. تقريبا مالك هو اللي كسب ففي التحدي ده، صح يا مالك؟ برافو عليك. ان شاء الله باذن الله نشوفكم ايه في الفيديو الجاي. بسمة خليكم بسمة حب. غير حياتك وخليك بسمة حب. انا هسيب لكم لايك، اعملوا لايك واعملوا اكسبلور، وهسيب لكم القناة في اول كومنت. هو عايز يقول ان انا هسيب لينك القناة في اول كومنت، وما تنسوش الاشتراك في القناة، اعملوا سبسكرايب. صاحب هي دي. باي باي.